السلام عليكم، ازيكم يا شباب تالتة ثانوي. اهلا بيكم في سيشن جديدة. النهارده السيشن ان شاء الله خاصة بجرامر موجود في يونت 1. الجرامر طبعا انا عارف انتوا عارفينه وان شاء الله يكون سهل. هو طويل شوية لكن ان شاء الله سهل. هو البريزنت بيرفكت. طبعا دي سيشن نمبر 17 زي ما هتشوف في الشاشة دلوقتي. 17 خاصة بالبريزنت بيرفكت. طيب، هنا في شوية جمل كده. بصوا قدام، بصوا كده على الشاشة، على الجمل ديت نحاول نقراها. اقروها وبعد كده عايزكم تحطوا برضو، تاخدوا سكرين شوت وتحاولوا تشوفوا فين الفيربس اللي موجودة عندنا وتعملوا حواليها دايرة، تحط تحتها خط، أي حاجة من الحاجات دي بعد ما تاخدوا سكرين شوت. أوكي؟ طيب. آه أول واحدة، أول جملة مثلا he has prepared the bag since 5 o'clock. لو بصينا هنا هنلاقي فين الفيرب أو has prepared اللي هو ده. الجملة التانية they have already watered the flowers. نلاحظ برضو فيه هنا have already watered، ده الفيرب اللي عندي. he hasn't cleaned the room yet، نفس الشيء hasn't cleaned. my parents haven't watched the film yet، نفس الشيء haven't watched. we have visited that museum before، have visited. I have read that book already، نفس الشيء have read. the last one she hasn't eaten lunch yet، hasn't eaten. طبعا لو بصينا في دول هنلاحظ ان في هنا اهو has prepared، have already watered، hasn't cleaned، haven't watched، have visited، have read and hasn't eaten. طيب، هو دوت ال present perfect. طيب، برضو قبل ما تشوف الاستراكشر وكل حاجه وشغلنا العادي الطبيعي اللي احنا متعودين عليه، بنحاول نستنتج او نفتكر مع بعضينا الفورم او الاستراكشر الخاص بالتنس دوت. طبعا present perfect هو المضارع التام. لاحظ هنا في has، في have، hasn't، haven't، have has، يعني have وhas. يبقى احنا اول حاجتين عرفناهم ان في have. اوكي، نحاول نستخدم القلم يمكن يكون اوضح. have وhas، ادي have وhas. اوكي. طيب هنا هنلاحظ ان في هنا prepared، watered، cleaned، watched، visited، read، eaten. ايه دول؟ دول كلهم الباست participle. past participle من الافعال ديت. وطبعا الباست participle يا اما بينتهي باي دي زي كده، دولت اخرهم اي دي، يا اما زي read وايتين ده irregular. اللي هو احنا قلنا دايما الافعال زي الباست سمبل في ريجولار وايريجولار، برضه في الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث للفيرب في ريجولار وايريجولار. الريجولار اللي هو بينتهي باي دي يعني منتظم، وغير المنتظم اللي هو بنحفظه زي ريد وزي ايت. اوكي، ده بشكل يعني مبدئي التركيبه او الاستراكشر. برضه لو بصينا في الجمل دي هنلاقي هنا مثلا في حاجه اسمها since، في هنا already، في هنا yet already yet كده. يعني برضو دول ايه؟ دول برضو الكي ووردز الخاصه بالبريزنت بيرفكت وهنشوفهم كلهم بالتفصيل بعد شويه. نكمل. طيب، هنا الفورميشن لو بصينا كده he has prepared the back since 5 o'clock او they have cleaned their. انا عايز استنتج من الجملتين كده التركيبه. احنا ملاحظين دايما التركيبه هي تركيبه ايه؟ تركيبه الفيرب. شكل التنس في الفيرب عامل ازاي؟ هنلاحظ هنا ان في has وفي هنا have، يبقى هي دي اول حاجه. ايه تاني؟ في هنا prepared وفي هنا cleaned. واحنا معروف ان دايما الهاز والهاف لو جه بعدين فيرب تاني الفيرب ده بيبقى في الباست participle. هي دي التركيبه بتاعت البريزنت بيرفكت. هنشوفها كده اهي. يبقى بتتكون من ايه؟ من have او has وبعد كده ايه؟ الباست participle للفيرب. اوكي، دي تركيبه الايه؟ البريزنت بيرفكت. النيجاتيف، النفي، برضه هنحاول نستنتج النفي. هنا they haven't cleaned the room yet. واضح كده الأوضة اهي مش ايه، مش يلا ما شاء الله هي كده ما اتنضفتش. اوكي، يبقى they haven't cleaned the room yet.
أو Alex hasn't visited any new countries recently. هنلاحظ هنا برضو التركيبة نحاول نشوفها، أو في هنا haven't وفي هنا hasn't. تمام. وفي هنا cleaned وفي هنا visited. طب هنا ايه الفرق ما بينها وبين التركيبة اللي فاتت اللي هي في الشكل البوزيتيف؟ ان هنا في not وهنا في not بس في الشورت فورم. خلاص يبقى عرفنا، واضحة كده. يبقى have أو has زائد not زائد الباست participle. طبعا بدل ما أحط have not و has not ممكن أقولها haven't و hasn't زي ما احنا حاطين هنا في الأمثلة اللي عندنا. أوكي، ده الشكل الإيه النيجاتيف في البريزنت بيرفكت. نكمل. interrogative. طبعا الانتروجاتيف هنا اللي هو السؤال، interrogative اللي هو question، يعني السؤال أعمله إزاي. نلاحظ هنا عندي سؤالين. أول واحد has إياد finished his homework؟ هل إياد خلص واجبه؟ أو have you played the game؟ هل لعبت اللعبة يعني؟ طبعا نلاحظ هنا في تركيبة، هنا لقينا في has في الأول وهنا لقينا في have، وبعد كده في هنا subject وهنا subject إياد ويو، وهنا في past participle وهنا فيها past participle، وبعد كده الباقي. أوكي، يبقى دي التركيبة have أو has subject past participle. دي تركيبة السؤال اللي هو أنهي نوع؟ ده yes no question. يعني إيه yes no question؟ أي سؤال مكتوب ب helping verb زي ما إحنا شايفين كده، ده helping verb إجابته بتبدأ ب yes أو no. يعني ليه هقول yes he has أو no he hasn't بالنسبة للسؤال الأولاني، والسؤال الثاني هقول yes I have أو no I haven't كشورت أنسر يعني. يبقى التركيبة هي نشيل أهي، بتتكون من have أو has بعد كده subject وبعد كده past participle. اوكي، دي تركيبة السؤال وده اللي طبق فوق. اوكي next. في برضه interrogative النوع التاني من السؤال اللي هو ال WH word question اللي هو بيبدأ باسم استفهام زي what و when و where و who الكلام ده. برضه عن تركيب ادي where ده كاسم استفهام، بعد كده have ممكن have او has طبعا، you بعد كده past participle where have you been انت كنت فين معناها كده، او where have you displayed your painting عرضت الايه رسوماتك فين. اوكي، دي التركيبه الخاصه بالانتروجاتيف النوع الثاني اللي هو السؤال بيبدا بال WH word. يبقى عندنا WH word have or has subject بعد كده past participle. اوكي، طبعا ما شاء الله الصوره جميله قوي، البيت الجميل الوانه الجميله دي. ادينا بنحط حاجه تفتح النفس شويه عشان المعلومات اللي برضه كويس، المعلومات لغايه دلوقتي سهله وبسيطه. تمام، نكمل الباسيف. احنا قلنا كل ما بناخد زمن هنلاقي نفسنا بناخد الايه الباسيف معاه زي ما قلت لكم قبل كده، وبعد كده هناخد الباسيف كله على بعضه في يونت لوحدها. طيب ايه هو تركيبه الباسيف؟ برضه نحاول نستنتج ونعمل جاسنج للاستراكشر. احنا قلنا قبل كده ان الباسيف في تركيبتين مهمين لازم يكونوا موجودين فيه: verb to be past participle. verb to be past participle. verb to be يعني ايه؟ am is are was were، او be been being. في منهم بيجتمع معاهم حاجتين يعني شكلين من اشكال الverb to be، يعني ممكن am معاها being. اوكي، وهكذا. هنا بقى هنشوف كده من الجملة دي she has cleaned the room. اوكي، هي نظفت الروم. اهي الروم ما شاء الله قدامنا اهي، مش عايز اعمل عليها اي حاجه من جمالها بصراحه، مش عايز اقرب منها. اهي الروم اهي. اوكي، she has cleaned the room، هي نظفت الروم. طيب هنا بقى الايه the room has been cleaned. the room ايه الفرق ما بينهم؟ الجمله دي اكتف. طب ليه اكتف؟ لو احنا فاكرين اكتف مش واضحه. اكتف ليه اكتف؟ عشان بدأت بالدور الان بالفعل اللي هو شيء. هنا الجمله دي ايه؟ باسيف. طب ليه باسيف؟ عشان بدأت بالاوبجكت بالمفعول اللي هو الروم، او مين اللي تنظف الروم فبقت فيه. طب هل نفس التركيبه اللي فوق؟ يعني هنا في هاز، هنا هاز. طب هنا كلين، هنا كلين تصريف تاني. امال ايه دي؟ زودنا بين. دي تركيبه ثابته لان لازم يكون في فيرب تو بي قبل التصريف الثالث في حاله لما اكون الجمله باسيف بعد المفعول. نشوف التركيبه بقى اهي. يبقى الاوبجكت الاوبجكت بعد كده هاب او هاز وبعد كده بين وبعد كده التصريف الثالث. هل ده التركيبه دي تمت هنا؟
تمت اهي. object the room. have or has حطينا هنا has عشان الروم مفرد. اوكي. بعد كده been ادي been. بعد كده past participle ادي past participle التصريف الثالث من الفيرب clean. next. طيب شوفوا الباسج ده جميل قوي، انا عايزكم تقروه بقى بصراحه. الباسج ده يعني فيه معلومات جميله ولغه حلوه، وبرضه ليه علاقه بالايه، بالباسيف. احنا بنقراه ليه؟ علشان عايزين read and select the passive verbs. هنا في passive verbs حاول تطلعها لي، يعني افعال في الباسيف، في شكل الباسيف، في الفورم بتاع الباسيف هو لازم يكون فيه verb have او has been تصريف ثالث. فانتوا حاولوا تعملوا بوز للفيديو، وقفوا الفيديو وبعد كده ابداوا اقروا القطعه ديت وطلعوا الباسيف، او حطوا حواليه دايره، او اكتبوه في اي شيت اوف بيبر في ورقه معاكم او في كشكول. اوكي خلاص. اوكي انا هعتبر نفسي ان انتوا عملتوا بوز وطلعتوا وحليتوا، وبعد كده دلوقتي بتتابعوا معايا تاني نبدا مع بعض. هقرا معاكم. Sarah's English skills have greatly improved over the past years. هنا بيقول ايه؟ Sarah's English skills يعني المهارات الانجليزيه بتاعت ساره حصل لها ايه؟ have greatly improved. طب have greatly improved ده present perfect. طب ده passive ولا active؟ لا يا مستر ده active. ليه؟ في have وتصريف تالت مفيش been، وده كمان ده السبجكت او الدوبر. طيب over the past year she has been studying English, attending classes and practicing every day. طب هي طبعا بتبقى عملت ايه عشان تحسن؟ هنا improved يعني تحسنت الايه، المهارات بتاعت اللغه. اول حاجه she has been studying English، هي درست English. attending بحضورها classes فصول او حصص يعني. and practicing بتمارس every day، كانت بتمارس الايه كل يوم. English books الكتب have been read يعني في كتب اتقرت، يعني هي قرت كتب. دي ايه؟ يا مستر ده احنا عملنا ديت اهي، دي تعتبر اول passive عندنا have been read. ان دي have وبين وتصريف ثالث. and the English programs برامج الكمبيوتر حصل لها ايه؟ have been watched. ده passive برضو، ده برضو passive اهي، لان في have وبين وpast participle ومعناها البروجرامز شوهدت. to enhance جميل قوي الفيرب ده. enhance يعني ايه؟ يحسن، لكي تحسن her language اللغه بتاعتها. understand her language understand يعني فهمها للغه. many conversations العديد من المحادثات have been held. have been held يا مستر ده passive، ليه؟ في have وفي been وفي past participle held with native teachers. مين النيتيف teachers ديت؟ انا native teacher؟ لا. native teacher لو كنت بدرس عربي يبقى native teacher العربي، لكن انا مش native teacher، انا non native teacher. يعني ايه؟ لكن يبقى native teacher معناه ايه؟ معلمي واصحاب اللغه، معلمي اصحاب اللغه اللي هم متحدثي اللغه الاصليين، يعني اللي هم مثلا من انجلترا وكده اوكي او امريكا، يبقى هم يعتبروا native teachers اونلاين. يبقى هي كانت بتدرس مع مين؟ مع native teachers اونلاين. helping her كانوا بيساعدوها become more comfortable with speaking، بيساعدوها ان هي تبقى اكثر راحه وهي بتتكلم، يعني تتكلم باريحيه. اوكي. grammar rules have been studied. هي دي الجرامر رولز ده المفعول بيدرس او درس، هي كمان يعتبر هي يعني درست الجرامر. يبقى have been studied اهي، ده تعتبر برضو passive. and exercises have been completed نفس الشيء، يعني حلت وعملت واستكملت بعض التدريبات باللغه الانجليزيه. ليه ذاكرت جرامر، وليه حلت تدريبات؟ to strengthen معناها لكي تقوي her writing skills مهارات الكتابه. Sarah's hard work يعني شغلها أعمالها الجاد ومذاكرتها الجادة has been paying off. paying off معناها قد بدأ يؤتي ثماره، بدأت تؤتي ثمار هذا المجهود، إن اللغة بتاعتها بدأت تتحسن. not she has been able إنها بقت قادرة على to hold conversations to قيم حوارات محادثات with her English speaking friends مع أصدقائها الإنجليز and even write emails، وكمان بتقدر تكتب إيميلات in English باللغة الإنجليزية for her job في وظيفتها. she has already made significant progress، وبالتالي حصل لها تقدم ملحوظ. significant يعني great، ملحوظ.
and here determination اصرارها. determination معناها ايه؟ صيغه الكلمات اللي بقول معناها دي مهمه ولازم تتكتب على فكره. عشان كده انا قريت، انا مش كتير بحط passages زي ديت ومش بقراها، بس انا حبيت اقراها دي لان ليها علاقه باللغه بقى، فممكن يعني ايه تساعد البعض اللي عايز يحسن اللغه بتاعته بشكل عام، ممكن ياخد بعض الافكار من هنا. and here determination واصرارها to continue انها تستمر learning will surely lead to further success in the future. اوكي طيب، او احنا طلعنا هنا في حاجه تانية يمكن ما خدتش بالي، لا نرجع تاني. هنا طلعنا بعض الايه، نعمل كلير للحاجات الشخبطه دي. اي طلعنا بعض الافعال في البريزنت بيرفكت وفي الباسيف، ونلاحظ هنا اهو have been تصريف ثالث، have been تصريف ثالث، have been past participle، have been past participle. هو بس جت كده قدرا ان كلهم فيهم have، لكن ممكن ينفع يبقى ايه؟ يبقى has طبعا. طيب next اليوسج، نفوق بقى عشان اليوسج ده مهم. شوف الاول ايه الجمله دي. He has studied English. He wants to work as a translator. والتانية I have lived in Kenya for 10 years. طبعا الجملتين دول الاتنين دول present perfect. ليه؟ في has studied في have lived. طيب ماشي اوكي. طب هنا بتعبر عن ايه؟ نشوف هنا كده بيقول لك هنا احنا استخدمنا يعني present perfect دوت ليه في الجمل دي to express actions which started in the past and is still in action. تاني to express للتعبير عن. he has studied English. هنا دي معناها ايه؟ to express actions which started in the past and is still in action. يعني ايه؟ للتعبير عن افعال بدأت في الماضي and is still in action وما زالت مستمرة. اهو نشوف كده ده اسمه تايم لاين، مهم قوي التايم لاين ده. بيقول لك ايه بقى عامة بشكل عام، لما تيجي تعبر عن تتكلم عن حاجة بدأت في الماضي اهو action started في النقطة دي واستمر and is still in action، يعني استمر في الماضي لغاية الايه؟ البريزنت او المومنت اوف سبيكينج، لحظة الكلام، يعني في البريزنت هنا في الوقت ده. اوكي يبقى ده ايه؟ يبقى ما اتكلم عن حاجه ايه هو البريزنت بيرفكت بستخدمه امتى؟ لما اعبر عن اكشن بدا في الماضي واستمر في الماضي فتره ولغايه اللحظه الحاليه اللي احنا بنتكلم فيها لغايه دلوقتي. يعني اقول he has studied English, he wants to work as a translator. يبقى هو بدا في الماضي يدرس انجلش ولسه لغايه دلوقتي بيدرس انجلش. ليه؟ عشان عايز يكون ترانزليتور، مترجم. I have lived in Kenya for 10 years. بدأ من 10 سنين، يعني مثلا احنا في 2000 وكام؟ 2023 اهو نعتبر 2023 اهو 23. يبقى هو مثلا بدأ في هنا بدأ في 13 وهنا 2023 هو انا بس مش بكتب كويس. المهم هو ده 2 وده 3 يعني اوكي وزيرو. اوكي 2023 في ال10 سنين دولت اهو من اول سنه 13 لغايه دلوقتي 2023 هو فين؟ في القناه. اوكي وربما يكون كمان هيستمر تاني. اوكي يبقى لما اتكلم عن اكشن عن فعل بدا في الماضي ومستمر لغايه الوقت الحاضر بستخدم البريزنت بيرفكت. طب لو كان خلص هنا ليها حل، يا اما تبقى باست سمبل يا اما برضه بريزنت بيرفكت، بس هيبقى ليها اثر هنا وده هنتكلم عنه. طيب نشوف الاستخدام التاني. I have just finished reading David Copperfield. دي I finished it a short time ago. I have just finished. هنا نلاحظ برضو أنا استخدمت هنا present perfect. have past participle. ليه؟ هنا to describe يعني لكي نصف actions أفعال that have happened very recently. يعني حصلت من وقت إيه؟ recently من وقت قريب. أولا الأكشن ده بدأ في الباست هنا، ايا كان الباست ده ممكن يبقى امبارح او امبارح الاسبوع اللي فات ايا كانت يعني. اوكي وده في اللحظه اللي احنا عايشين فيها دي المومنت اوف سبيكينج، اللحظه اللي احنا عايشين فيها. قبل اللحظه دي كنت انا خلصت الاكشن، خلصت الايه؟ خلصت القرايه finished reading David Copperfield. يبقى برضه لما اتكلم عن حاجه لسه ريسنتلي لسه حاصله من فتره قصيره وربما في الغالب لازم يكون ليها اثر. طب ممكن الاثر يكون ايه بتاع القرايه؟ المتعه، المعلومات عن الاحداث. اوكي ففي الغالب بيبقى فيه اثر موجود عشان نقدر نستخدم البريزنت بيرفكت. اوكي نيكست يبقى ده الاستخدام الثاني. الاستخدام الثالث احمد hasn't visited Paris yet. ما زارش باريس.
إيمان has never seen a film in the cinema. عمرها ما شافت فيلم في السينما. دي جملتين برضو تلاحظوا ان هي ايه hasn't هنا منفية ومنفية. يعني ممكن برضو في النيجاتيف يكون في present perfect. هنا معناها ايه الكلام ده؟ to describe actions اهي. دي كان برضو نصف او نتكلم عن action فعل which ما حصلش اصلا. يعني هو في الفترة دي ما حصلش. but might happen in the future. لكن ربما يحصل في المستقبل. وده اللي خلاني ان انا لما اقول احمد hasn't visited Paris yet يبقى متوقع ربما هيزور في المستقبل. لما اقول ايمان has never seen a film in the cinema يبقى ممكن تكون هتتشاهد الفيلم في السينما او تروح السينما، بس دي معلومة عنها ان هي ما شافتش قبل كده او ما دخلتش السينما قبل كده. يبقى هنا لما اجي اتكلم عن action not happened until now، ما حصلش لغايه دلوقتي with the moment of speaking، لكن ربما في الفيوتشر might happen، ربما ايه هيحصل. وطبعا بيبقى negative action يا اما بنوت يا اما بنيفر، وهنتكلم عن never بعد شويه. طيب نشوف برضو هنا have you ever worked for a multinational company؟ have you ever worked in or for a multinational company? Yes, I have worked for a multinational company for the past 5 years. أو have you ever been to Greece؟ هل قبل كده زرت جريس؟ No, I have never been to Greece. عمري ما زرت جريس. إيه بقى ده هنا؟ أهي talking about someone's experience. لما أتكلم عن خبرة شخص. ممكن الخبرة دي خبرة عمل أو خبرة مواقف في الحياة، مش شرط خبرة عمل. يعني لما اقول ايه have you ever worked for a multinational company دي خبرة عمل. هل قبل كده اشتغلت؟ يبقى انا بسأل عن بسأل عن experience، عن خبرة عمل، يبقى الافضل تستخدم ال present perfect. طب ليه نستخدم ال present perfect خبرة عمل؟ لان الخبرة لها تأثير في ال present time. انا اشتغلت as a teacher اكثر من 25 سنة، يبقى لما اجي اعبر عنها بستخدم ال present perfect. I have worked as a teacher for about مثلا 25 years. طب ليه؟ لان الخبره دي الاكسبيرينس ديت ليها ريسنت او ليها بريزنت افكت، ليها تاثير، ليها اثر. اوكي لسه ان انا دلوقتي عندي خبره في التدريس، خلاص ما بتروحش، ما بتتمسحش. اوكي فعشان كده دايما الخبرات العمليه او خبرات في العمل بستخدم معاها البريزنت بيرفكت. اوكي عشان اثرها موجود او مستوى، حتى لو انا توقفت عن التدريس فالاثر موجود. اوكي طيب ايه تاني؟ have you ever been to Greece؟ هنا بيسأل عن experience، بس دي خبرة حياتية، موقف حياتي. هل رحت قبل كده جريس؟ اوكي يبقى احنا لما نعبر عن experience في الباست استخدم present perfect. ليه؟ لان ليها effect في الفيوتشر وفي البريزنت كمان على فكرة. يعني في الاثنين من اول البريزنت لغاية الايه الفيوتشر كمان مستمر، الاكسبيرينس مستمره. يبقى بعبر عن الاكسبيرينس ديت سواء خبره حياه او خبره عمل باستخدام البريزنت بيرفكت. عشان كده نلاقي ده بريزنت بيرفكت have worked وده have وبeen. next نشوف برضو she has polished her shoes. she polished her shoes yesterday. هنا تلاحظوا نفس الجمله اتكررت، بس مره قلنا she has polished her polished her shoes و present perfect زي ما احنا شايفين. سوري هنا في has وهنا في polished. اوكي وهنا she polished ده ايه؟ ده past simple. ده ايه؟ past simple. طب ليه؟ ايه الفرق ما بين الاثنين دول؟ نشوف كده وليه بقت كده وليه. هنا to talk about an action that happened in the past without mentioning the time. لما اتكلم هنا بقول to talk about an action، لما نتكلم عن فعل that happened in the past. اوكي اهي in the past without بدون mentioning ذكر the time الوقت. لما اتكلم عن فعل حصل في الماضي بدون ذكر الايه التايم او حصل امتى، الافضل تستخدم البريزنت بيرفكت. عشان كده هنا استخدم البريزنت بيرفكت عشان ما قاليش هي لمعت الشوز امتى، مفيش تايم هنا. لكن هنا قال يسترداي فحددت التايم، فعشان كده استخدم ايه الباست سمبل.
اهي. طب التايم لاين هنا نشيل الدوشه دي كلها. التايم لاين هنا اهو present perfect، بستخدم ال present perfect لما اتكلم عن حاجه حصلت في الباست. اوكي. والتايم not mentioned يعني ايه؟ لم يتم ذكر الايه؟ الوقت. زي هنا مفيش ذكر للوقت. اوكي. حاجه تاني في الغالب برضو بستخدم هنا ال present perfect، هتلاقيه دايما في الجمل اللي من النوع دوت هتلاقي الاثر مكتوب. هنلاقي الايه؟ الاثر مكتوب. طيب ده استخدام الخاص بالجزئيه دي. الاستخدام الجاي بقى Oh you have cleaned your room it looks so wonderful. الجملة دي مهمة جدا جدا جدا، أو الفكرة الموجودة مع الجملة دي مهمة جدا جدا، ودايما كلنا بنقولها اللي هي إيه؟ Oh you have cleaned your room it looks so wonderful. باين عليه دي رائعة. يبقى هنا الكليننج ده التنظيف واضح من الجملة إيه؟ خلص. الله. طب استخدمنا المضارع ليه؟ البريزنت بيرفكت مضارع التام ليه؟ عشان الاثر موجود. فين الاثر؟ ما انا بقول اهو it looks so wonderful. وهنا دي فكره الاستخدام ده. when there is very specific evidence in the present of the action that took place in the past. مهمه قوي 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 كام كلمه اللي جايين دول. when there is لما تلاقي او لما يكون موجود ايه؟ specific evidence يعني اثر. evidence دليل على فعل معين، اثر لفعل معين. specific خاص معين. evidence دليل او اثر in the present of the action that took place الذي حدث in the past. يعني ايه الكلام ده؟ هو مش الحدث ده التنظيف ده حدث امتى؟ في الباست يا مستر. انتهى ولا ما انتهاش؟ انتهى يا مستر. طيب ايه اللي موجود منه من انتهائه؟ الاثر بتاعه. اللي هو ايه الاثر؟ ان الروم بقت وندرفul. الروم بقت ايه؟ وندرفul. بقت رائعه، بقت نظيفه وشكلها حلو. اهو ده التايم لاين بتاعنا. الباست ده الباست اكشن، بدا وانتهى في الماضي. ده المومنت اوف سبيكينج، اللحظه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. لكن ايه اللي مستمر من اول البريزنت تايم لغايه الفيوتشر؟ ان هو specific evidence or effect اللي هو الايه؟ اللي هو الوندرفul. اللي هو الايه؟ الوندرفول، ان هي بقت رائعه وجميله. اوكي. يبقى لما يكون في فعل في الباست بدا في الباست وانتهى في الباست، لكن اثره مستمر من اول البريزنت تايم لغايه الفيوتشر، يبقى دوت بستخدم برضه البريزنت بيرفكت. ودي من ضمن الاستخدامات المهمه الخاصه بالبريزنت بيرفكت. نشوف بقى بعض التدريبات. It's Sama who my pen. It's Sama who. طيب نشوف ايه اللي ممكن نشيله كده بسرعه عشان نريح نفسنا شويه من الاختيارات. طبعا هيقول اتسمى هو تيكينج، ما ينفعش لان فيرب اخر نجي كده على طول ما ينفعش. طب اتسمى هو تيك، ما ينفعش. ما هو يعني لو افترضنا اللي كانت تنفع كانت تبقى تيكس مثلا لو افترضنا. طب هاف تيكن ما تنفعش مع السما، يبقى هي هاز تيكن وده بريزنت بيرفكت. اتسمى هو هاز تيكن ماي بن، واكيد واخداه من فتره ولسه يعني هي خدته ولسه اكيد محتفظه بيه لغايه دلوقتي. Today I 3 emails so far. I'm waiting for 2 more. طيب هنا طبعا عندنا so far حتى الآن، يبقى ده present perfect. احنا طبعا ما خدناش لسه الكيوردز، هنتكلم في الكيوردز. طب ده present perfect، وعندي العدد كمان دايما مرتبط العدد كمان بالpresent perfect. يبقى have received ولا was received ولا had received ولا was receiving. طبعا was receiving ده past progressive ما تنفعش، past perfect هنا ما تنفعش، ده passive ما ينفعش. في الباست سمبل يبقى I have received. اوكي. your teeth عمر. طب ده سؤال، يبقى زي ما احنا متعودين في حاجات ما تنفعش تيجي مع السؤال، ما ينفعش يبدا السؤال بيو كده. اوكي. يبقى اي حاجه من الثلاثه دول. اوكي. are you brushed؟ هل انت brushed؟ يعني هو دي جمله، ده اكيد هيبقى في الباسيف وملهاش معنى. where you brush نفس الشيء، باسيف هنا ما ينفعش. لكن have you brushed your teeth؟ هل انت نظفت سنانك، غسلت سنانك بالفرشاة؟ يبقى B. They doing the census. نسمعها، مش عارف بقى هي شغالة ولا لأ، نشوف. نسمع. Census.
اوكي census يعني الايه الاحصاء السكاني. طيب نرجع تاني. they doing the census they are still doing it. they are still doing it يعني لسه بيعملوه لغاية دلوقتي. طيب واضح كده ان هم لسه بيعملوه، يعني الفعل الحدث لسه بدأ في الباست ومستمر لغاية دلوقتي، يبقى ده present perfect. طيب يبقى فين present perfect هنا؟ ما ينفعش ديت، مش present perfect، ده الاثنين دول past perfect. طب haven't finished ولا have finished؟ they have finished، لا قال لك they are still doing it، يبقى have، ما خلصوش، يبقى be. اوكي haven't finished. he carefully هل ينفع اقول he examine؟ ما ينفعش اصلا، ما فيش، ده مش زمن. ولو قلنا يعني هنقول he examines مثلا لو كانت present simple. was examining ما فيش حاجه تدل هنا على الباست continuous، ما تنفعش. طب يبقى انهي واحده من الاثنين دول؟ طبعا he has been examined، هو فحص بعنايه. اوكي طب ينفع اقول he examined careful؟ طب examined مين؟ فلو حطينا دي هنحس ان احنا محتاجين object عشان يكتمل المعنى، يبقى هي دي اقرب حاجه، دي الجمله او الاوبشن الصح. نكمل. where before you have come here. where before you have come here. اوكي طيب نختار هنا ايه؟ طبعا where do you live before. قبل ما تيجي هنا، كلمة دي قبل ما تيجي هنا، يبقى اكيد الحدث ده العيشة اللي هنا انتهت، يبقى ما ينفعش اقول do you live، لان احنا هناخد البريزنت السمبل دي حاجة بتدل على استمراريتها بشكل معين يعني وثباتها، يبقى ما تنفعش دي، ده present perfect. دي اصلا ما تنفعش عشان ده مش تركيبة السؤال الصح، بعد ال WH word لازم helping verb، فدي ما تنفعش. طب have you lived ولا have you been lived؟ have you been lived دي passive، ما تنفعش هنا، ما عيشت هنا، لا دي ما تنفعش دي، لكن هي C. have you lived. where have you lived before you have come؟ كنت عايش فين قبل ما تيجي؟ I English since، طبعا هنعرف ان since دي من ضمن الكي ووردز اللي بتيجي مع present perfect، يعني دي هتخليك على طول تفكر في البريزنت ايه perfect. since I was in primary one I still study it، يبقى هنا لقينا since المفروض present perfect، طبعا دي past simple ما تنفعش. اسف. I had studied past perfect ما تجيش، يبقى have studied or دي طبعا ما تنفعش، يبقى have studied عشان عندي since اللي هناخدها بعد شوية. she the high dam 3 times 3 مرات. دايما لما تلاقي كلمة هناخدها برضو من ضمن الحاجات لما تلاقيها بتعرف ان الزمن عندك present perfect اللي هي العدد المرات. she will visit it again next week. اوكي يبقى هنا 3 times يبقى عايز present perfect. فين present perfect هنا؟ طبعا هي مش دي ومش دي. اوكي لان ده past perfect ودي past progressive. طب has been visited ده passive، الجمله دي هل تحس كده ان دي passive؟ ما بدأ بالشي بالدور، خلاص يبقى دي ايه. طب نكمل في الكيوردز، احنا قلنا منها ظهرت لنا زي since وكده. ايه هي الكيوردز او ايه الكلمات المرتبطه بالزمن ده؟ عندنا الكلمات زي ما انتم شايفين since for lately recently ready just yet ever never so far until now. هنتكلم عن كل واحده لوحدها دلوقتي، فمفيش داعي نقول المعاني العربي، لكن انت عايز تاخد سكرين شوت خد سكرين شوت، لكن احنا هنشرح بالتفصيل كل واحده لوحدها. اول حاجه هناخد فور وسنس، لان فور وسنس قريبين في المعنى مع بعضهم من بعضهم، فعشان كده ناخدهم مع بعضهم. اوكي فور وسنس. اول حاجه سنس. ايه الحاجات اللي بتيجي مع سنس؟ بص هنا مكتوب ايه؟ since 7 o'clock، نغير اللون. since 7 o'clock since 2000 او 2000 since yesterday since last night last week last year كده يعني. since April Friday since then since spring ده طبعا season. since his arrival with a noun. اوكي وفي كمان بيجي مع since في حاجة تانية مش مكتوبة هنا، اللي هو يجي بعدها past simple. since يجي بعدها جملة كاملة بس بزمن ال past simple. اوكي بس نفهم من هنا ايه يعني، مو 7 o'clock yesterday last night April Friday. هل انا حددت حاجة معينة او ال period of time العدد بتاعها؟ في الغالب ما تحددش،
يبقى هنا since زي ما هو مكتوب is used to express the starting point of an action or state. يعني هو بيديني بس ال starting point. يعني ايه؟ لما اقول مثلا I have studied English since 7 o'clock يبقى من الساعة 7 بدأت المذاكرة. طب ذاكرت ايه؟ ما انا ممكن اكون من الساعة 7 لغاية دلوقتي الساعة 10 مثلا او 3 ساعات، لكن انا ما ذاكرتش غير نص ساعة مثلا. اوكي، لكن دي الستارتنج بوينت، دي نقطة الايه؟ بداية الحدث، دي نقطة بداية الحدث، السنة دي نقطة بداية الحدث. اوكي، يبقى انا دايما since بيجي بعديها نقطة بداية الحدث. غير for بقى زي هنا انا كاتب هنا for is used to express the duration of an action. الديوريشن الفترة الزمنية بالظبط يعني لفعل معين. زي ما اقول ايه؟ for 2 hours. أنا مثلا I have studied English for 2 hours. انا حددت انا ذاكرت مدة ساعتين. اوكي، يبقى انا عرفت ان انت كام ساعة ذاكرت. 5 years a day 1 day the last night. وهنفهم حتة the last night وايه الفرق ما بينها وبين last night. ليه هنا the last night بتاخد 4 وليه last night هنا مثلا بتاخد since؟ هنتكلم من الحتة دي. 2 months شهرين، 5 days ages long time season years a while كده يعني. 4 years for a while. هنا يمكن اللي مش محطوطة قوي يعني for a while يعني من برهة من الوقت. و years for years معناها هي تدي عدد بس عدد سنين كتير. مثلا I have studied English for years بقالي سنين طويلة بدرس انجليش. او for a while مثلا لو كنت بتعمل حاجة بقالك مدة قصيرة. اوكي، طيب ده الفرق ما بين since و for. نشيل كل الحاجات دي عشان تقدروا تاخدوا سكرين شوت. خدوا سكرين شوت للجزء ده. كمل. طيب هنا بقى امثله بشكل عام على الحاجات اللي احنا خدناها for و since. I have started to study English اهو. I have started since 1995 or for 25 years. اوكي، فهنا حط مره for وحط مره ايه since، وبعد since جه التاريخ الستارتنج بوينت او الستارتنج يير، سنه البدايه كانت سنه 1995. لكن هنا فور جه بعديها عدد السنين، البيريود اوف تايم بالظبط كانت كام سنه او كام يوم او كام شهر وهكذا. She has been taught ده ايه؟ ده passive عشان في has وفي been وفي past participle. How to swim for a year ادي فور وجه بعديها بقى يبقى بالك كام سنه بتعلم السباحه year متحدده for a year. My brother Osama has worked in tourism بيشتغل في السياحة since his graduation. وهنا since استخدمناه عشان عندي noun، يبقى since ينفع يجي بعدها ايه؟ noun. طيب يبقى هنا أمثلة على since و for بشكل عام. طيب he has been taught how to swim since last year. He has been taught how to swim for the last year. يعني مرة last year جه مع since ومرة last year جه مع، بس هنا في ذات. طب ايه في فرق في المعنى؟ في فرق في المعنى. ايه الفرق ما بين ما اقول since last year و for the last year؟ هنشوف اهو ادي الفرق. since last year معناها ايه؟ since last year معناها ايه؟ و for the last year معناها ايه؟ لما زودت الزا دي تفرق في المعنى؟ تفرق في المعنى. Since last year suggests the teaching started at some unspecified point in the past year up to the present. هي since معناها لما اقول ايه؟ He has been taught how to swim since last year. يعني انا اتعلمت how to swim ان انا ازاي اعوم since last year. امتى؟ يعني اثناء او منذ السنه اللي فاتت. امتى في السنه اللي فاتت؟ ما اعرفش. وكمان ليها علاقه حاجه تاني، هل معناها ان انا بقالي سنه مداوم؟ لا، مادام استخدمنا since يبقى مش شرط ان انا ايه مداوم. هي بدات السنه اللي فاتت، لكن بدات امتى بالظبط في السنه اللي فاتت ما اعرفش. وهل استمر، هل تدي معنى الاستمراريه طوال السنه في تعلم السويمنج؟ برضو مش ما بتوضحش كده. لكن البدايه الستارتنج بوينت كانت السنه اللي فاتت. suggests the teaching started at some unspecified point. يعني ايه؟ بتقترح او بتوضح ان التعلم بدأ
في فترة غير محددة in the past year في السنة اللي فاتت up to the present. لكن لما أقول for the last year معناها إيه؟ specifies that، يعني بتوضح أو بتحدد ذات the teaching، التعلم أو تعلم has been أو teaching بدأ has been happening without interruption، بدون انقطاع throughout the entire past year، السنة كلها leading up to the present time. يعني معناها لما أقول he has been taught how to swim، اتعلم أو كان بيدرس how to swim، إزاي يعوم for the last year، معناها السنة كلها من أول السنة بدأت لغاية آخر السنة أو لغاية الوقت الحالي دون انقطاع، ما فيش انقطاع. لكن هنا بدأ السنة اللي فاتت بس ما عرفش إمتى، وكمان ربما يكون ما استمرش. هو ده الفرق ما بين since و for، باستخدام مثلا last يجي بعدين period of time، بس هنا مع for يكون في ذا وهنا ما فيش ذا. اوكي، ده الفرق ما بين for و since. ever و never ready yet، الأربعة دول هناخدهم دلوقتي. Have you ever been to the zoo? Suhaila is the most beautiful girl I have ever met. طيب هنا الفرق ايه؟ هنا عندي ever مرة جت في ايه؟ في question بس في سؤال، وهنا جت في ايه؟ جت في جملة. لا بس في الجملة دي فيها حاجة، فيها the most beautiful girl، the most دي ده ايه؟ هنشوف هنا بقى. We use ever، نستخدم ever in questions في الأسئلة about previous experiences، لما أسألك عن إيه خبرة سابقة، ممكن تبقى خبرة عمل أو خبرة حياتية. فعشان كده بقول إيه؟ Have you ever been to the zoo؟ عمرك قبل كده رحت الزو؟ عمرك قبل كده رحت الزو؟ يبقى أنا بسألك عن experience. تقول هو الذهاب للزو experience، أو لا هي تجربة في الحياة، حاجة عملتها في الحياة، معناها كده. أو ممكن تكون تجربة في العمل أو خبرة في العمل. And in the form of superlatives. superlatives اللي هي ايه؟ superlatives اللي هي دي. فاكرين بقى tallest او the tallest، the shortest، the most beautiful، the least beautiful، والكلام دوت ده اسمه superlative. superlative ديت ينفع استخدم معاها ايه؟ ever. يبقى هنا مع superlative ديت ينفع استخدم ever مع السؤال، وينفع استخدم ever لو بتكلم عن experience في الحياة بشكل عام. نكمل. هنا never، امتى بستخدم never؟ No I have never been to a Europe country، أنا عمري أبدا ما رحت ل Europe country. أو he has never been to the pyramid، عمره ما راح لإيه؟ الأهرامات. نلاحظ طبعا أنا ممكن أشيل never دي وأحط not، وهنا أحط not عادي، يبقى هي أكنها، بس هي أقوى من not. never أقوى من not، معناها إن الفعل ده ما حصلش خالص. يبقى هنا we use never in sentences، يعني بنستخدم never في جمل ذات convey، التي تنقل لنا، تدينا معنى an absolute negation. absolute negation يعني ايه؟ يعني نفي تام without، بدون the presence of not، بدون ان انا احط ايه؟ not. يبقى ده بتديني never ايه؟ نفي تام ان الفعل ده ما حصلش ابدا، يمكن ما يحصلش كمان في الفيوتشر. already دي جميلة جدا 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 ومهمة، لأن فيها فكرة جديدة ربما ما نكونش خدنا بالنا منها قبل كده. اللي هو إيه بقى؟ Have you already written to John? Have you finished doing the exercise already? How fast? He has already had dinner. الجملة دي التانية دي أهم واحدة عندي، أوكي؟ وهنشوف معناها إيه. Already is used in questions. ما احنا استخدمناها in questions أهي. Have you already written to John؟ هل قبل كده كتبت لجون؟ Already is used to question for surprise and to confirm the completion of an action and in affirmative sentences. يعني ايه الكلام ده؟ لما اقول have you already
written to John معناها كده ان انا كنت عارف او عندي معلومة ان انت مفروض تكتب لجون ايميل، فانا بسألك مثلا have you كتبت بقى الايميل لجون؟ فسؤال انا عايز باكد او عايز confirmation ان انت عملت الحدث اللي انا عارف او متوقع ان انت هتعمله، عندي معلومة ان انت مفروض تعمله. فاوريدي في الغالب المتحدث بيبقى عنده معلومة عن الايه، عن ضرورة حدوث الفعل ده، اوكي، او ايا كان الفعل. اوكي، فانا اسال قدامي اقول له have you already written to John؟ انا مثلا مدير ومعايا عندي موظف، اقول له have you already written to John؟ كتبت لجون ولا الايميل ولا ايه ولا لسه؟ فانا اكيد انا يا اما كلفته بهذا العمل فمتوقع ان هو يكون خلصه، او عارف عندي معلومه ان المفروض الايه، الايميل ده المفروض كان يكون مكتوب واتبعت لي لجون. اوكي، دي نقطه. النقطة التانية have you finished doing the exercise already؟ how fast. الحتة دي مهمة جدا، اللي هو ايه، انا already عندي معلومة عن فعل معين المفروض يتعمل، بس ما كنتش متوقع ان هو يتعمل بالسرعة دي. اوكي، فهنا دي have you finished doing the exercise already؟ يعني اعتبر ده الولد دوت مثلا او الاب ايا كان بيتكلم بنته مثلا ولا حاجة، فبيقول لها have you finished doing the exercise already؟ how fast انت عملتي؟ فبيقول لها انت ايه ده ما شاء الله انت خلصت التمرين؟ يا ده انت سريع قوي ما شاء الله، ده انت شطوره حلوه اموره. فهي حاجه زي كده يعني. فانا مستغرب يعني اوريدي انا عارف ان المفروض عندها تدريبات تخلصها، بس انا مستغرب ان هي خلصتها بالسرعه دي. يبقى have you finished doing the exercise already؟ ايه ده ما شاء الله انت خلصت الهوم ورك بتاعك. how fast انت ما شاء الله انت شاطره. how fast انت سريعه. هكذا دي معناها كده. يبقى اوريدي تدي المعنى ده ان انا ايه، مندهش، اتفاجئت بسرعه الايه، اداء الاكسرسايز. اوكي، او he has already had dinner. he has already had dinner معناها ان الاكشن ده اتعمل منذ فتره بسيطه قوي. اوكي، دي معنى already. طيب yet has Marwa arranged for her journey yet؟ So I hasn't phoned her relatives to invite them yet. نلاحظ هنا ايه يا مستر، هنا نفي وهنا سؤال، يبقى خلاص yet بتيجي في النفي والسؤال. Yet is used at the end of questions and the negative sentence. اوكي، واضحة مش حاجة ان شاء الله. Has Marwa arranged for her journey yet؟ اهي شوف بقى توضيح اكتر. This question with yet implies بيوضح يعني that the speaker is unsure or curious about whether the action has been done or not. Has Marwa arranged for her journey yet؟ فاكرين يعني انا لو شلت already، شلت yet وحطيت already يبقى هذا مندهش. ما شاء الله has Marwa arranged for her journey already؟ ما شاء الله، هي معناها كده ان مروه عملت ترتيبات الرحله. ما شاء الله، يعني يبقى هي عملتها وانا مبسوط. لكن لما احط يت المعنى بيختلف، اللي هو ايه، انا unsure مش متاكد هي عملت ولا لا، يبقى انا ما عنديش المعلومه، انا بسال عشان اعرف. has Marwa arranged for the journey؟ هل هي خلصت ترتيبات الرحله؟ فانا عايز رد بقى عشان انا مش عارف. او عندي curious يعني فضول، عايز اعرف، وبالتالي برضه بنفس المعنى انا مش عارف. يبقى هنا معناها يت لما احطها لما اكون انا افهم ان السبيكر مش عارف المعلومه وعايز يعرف المعلومه. لكن لو حطيت already يبقى انا عرفت ان الفعل ده تم ومندهش ان هو تم بهذه السرعه. ده الفرق ما بين يت في السؤال والready في السؤال. مفهوم يا جماعه؟ معلش لو الحته دي محتاجه تسمع تاني الفيديو، اسمع الحته دي تاني عشان تثبت، عشان هي مهمه. الفرق ما بين already و yet لما يجوا في اخر السؤال. So hasn't found her relatives to invite them yet. هنا اهو دي الجمله اللي احنا قريناها من شويه بنفسرها هنا، دي هي في yet فين في الاخر. طب هنا معناها ايه؟ يعني yet معناها هنا ايه؟ In this sentence using yet، احنا في الجمله دي استخدمنا yet indicate that the expected or desired action، يعني الفعل ده المرغوب فيه ده hasn't been completed يعني لم يتم as of the present moment، لغاية اللحظة اللي احنا فيها. يعني ايه؟ لما اقول Suha hasn't found her relatives to invite them yet،
ما احنا لازم اكيد هم مش حاطين يد كده في الاخر وخلاص اعتباطا كده وخلاص بنزود كلمات، لا هي ليها معنى، ليها ضروره في الاستراكشر وفي المينينج الخاص بالجمله دي. يعني انا افرض شلتها المعنى كان هيختلف شويه. ليه؟ لان ايه المعنى اللي هي اضافته yet للجمله دي؟ اضافته ان سوى hasn't phoned her relatives to invite them yet، معناها ان احنا عارفين ان المفروض سهى كانت تتصل بعيلتها عشان تدعوهم، لكن هي ما عملتش كده. اوكي، فلما اقول يت معناها ان الفعل اللي المفروض كانت سهى تعمله ده وما عملتوش، احنا عارفين ان هي كانت المفروض تعمله. اوكي، لكن هو ما تمش لحد دلوقتي. اوكي، يبقى سهى hasn't phoned her relatives to invite them yet، يعني سهى لم تتصل بقرايبها لدعوتهم حتى الآن. طيب ده معنى yet. شو بقى lately and recently؟ ايه الفرق ما بينهم؟ سهلين ان شاء الله، مفهومش حاجة. He has sent me a letter lately or recently، معنى ايه؟ ان انا ممكن في الجملة دي احط lately or recently وهنتكلم عنها. او have you heard from Tom lately or recently؟ سمعت عن توم، تلقيت اي اخبار عن توم lately or recently. او I haven't seen him lately، ما فيش recently. الله، ليه؟ نشوف كده. Lately and recently can be used affirmative, in affirmative, negative and interrogative. يعني ممكن يستخدموا في السؤال، في الجملة البوزيتيف، الجملة في السؤال والنفي، والجملة الايه المثبتة. And they are placed at the end of the sentence، وممكن بيتحطوا في نهاية الجملة. However رغم كده lately is often used in the negative، لكن في النيجاتيف كده في جملة الأفضل ما استخدمش recently لكن استخدم lately. اوكي، هي يبقى معناها lately و recently معناها منذ وقت قصير، مؤخرا. يبقى he has sent me a letter lately or recently يعني بعت لي خطاب منذ فترة قصيرة. معناها كده سواء lately أو recently تدي نفس المعنى. Have you heard from Tom؟ هل سمعت عن توم أو تلقيت أخبار عنه في الفترة الأخيرة؟ lately or recently معناها في الفترة الأخيرة. أو I haven't seen him lately، ما شفتوش مؤخرا أو في الفترة الماضية القصيرة دي. اوكي، نلاحظ هما بيجوا في الاخر اهو، في الاخر. و lately و recently الاثنين ينفع يجوا في الجمله المثبته، دي جمله مثبته، او في السؤال. لكن في الجمله المنفيه الافضل نستخدم lately وما نستخدمش ايه recently. بس كده. اوكي، next. so far و up till now، ايه الاثنين دول كده نشوفهم. نشوف كده. I have sent him 3 letters so far. معناه ايه so far؟ حتى الآن. I have sent him 3، أنا بعت له 3 خطابات حتى الآن. Everything is going well، كل شيء على ما يرام. We haven't had any problems so far، ما عندناش أي مشاكل حتى الآن. I have met a lot of people up till now، حتى الآن. اوكي، يبقى so far و up till now الاثنين بيجوا في ال present perfect في present perfect. اوكي، ومعناهم حتى الآن. أو so far and up till now can be used in affirmative and negative sentence and they are placed at the end of the sentence، بيجوا في الايه؟ في نهاية الجملة. نشوف شوية تدريبات. سهيلة has cleaned her room. It looks nice now. جميل أوي الجملة دي. طيب سهيلة هنا نظفت الروم. It looks nice now، تبدو عليها إن هي لطيفة. الروم جميلة، يبقى الأثر بتاع التنظيف موجود. طب أنا مبسوط ولا مش مبسوط؟ واضح إن أنا مبسوط. سربرايز ولا سربرايز كمان؟ مندهش، جميل. طيب يبقى سهيلة has إيه؟ already yet never ever. طبعا هي yet ما بتجيش هنا، بتيجي في الآخر جمل. سهيلة has never cleaned her room. لو قلت has never cleaned her room كستراكشر صح، لكن كمينينج لا، ما ينفعش، لأن المعنى بيقول it looks nice now، يبقى هي نظافت، يبقى ما ينفعش never. ever ملهاش هنا استخدام، لكن هي already. وفاكرين already لما اجي اتكلم قلنا لما نتكلم عن حاجه معموله من لسه معموله وانا surprised مندهش ومبسوط من ايه؟ من الانجاز اللي تم. فانا كده مبسوط من مين؟ سهيلة. ليه؟ عشان هي عملت انجاز في ايه؟ في تنظيف حجرتها. من كده احنا مندهشين ومبسوطين منها.
طيب we have known each other. احنا بنعرف بعضينا so far a day yet in the spring. طبعا احنا الاتنين دول مش موجودين عندنا، احنا يا اما so far يا اما yet. طب yet دي ليها ايه؟ احنا قلنا بتيجي في نهاية سؤالنا هات الجملة المنفية دي، مش كده. we have known each other so far، احنا عارفين نعرف بعضينا حتى الآن. يبقى واضح ان احنا كنا بنعرف وما زلنا بنعرف لغاية so far حتى الآن، يبقى هي so far. have you finished your homework؟ جميلة الجملة. have you finished your homework؟ هحط هنا حاجة وفي exclamation علامة تعجب، خلي بالكم. يبقى أنا متعجب. you are very quick، أنت سريع قوي. إحنا إيه بقى اللي قلنا بنستخدم فيها أو بنعبر فيها عن التعجب والاندهاش وإن إحنا مبسوطين وكده؟ برافو عليكم. ready. have you finished your homework already؟ ما شاء الله أنت خلصت الواجب بتاعك. دي معناها they haven't traveled to Europe. طيب since 1999 during the last night just ago. طبعا هي ago ما تنفعش لان ago بتيجي في الباست سمبل وده مش باست سمبل اصلا، ومفروض يجي قبلها period of time، فتره زمنيه. just ما تجيش كده في الاخر. during the last night دي برضه مش معانا في الموضوع، هي since 1999. اوكي، او بتيجي في present perfect. number 5 what is the correct usage of for in time expression؟ يعني هو ايه الاستخدام الصحيح؟ ايه الاستخدام الصحيح usage correct usage معناه الاستخدام الصحيح of for لفور in time expressions في التعبيرات الخاصة بالوقت. ايه ده؟ هو ممكن حد يسألني طب يا مستر هو بيجي لنا في الامتحان يقول لي ايه الاستخدامات والكلام دوت؟ ممكن. في من ضمن الاسئله في اسئله على الستراكشرز في الام سي كيوز بتاعتنا، بيجي لنا سؤال على الستراكشرز. ممكن يجي لنا برضو الجمله انهي جمله صح وانهي جمله غلط مثلا، او الكلمه الفلانيه هل استخدامها صح، او الكي وورد ديت فور مثلا او سينس ايه استخداماتها. فبالتالي ينفع بالفعل يجي لنا في الامتحان اسئله من النوع ده، بل بالعكس دي من الاسئله المهمه. بس هي بتيجي بالتدريج كده، انت بتفهم مع مذاكرتك والحل الكتير الامر ده بقى سهل، يعني مفيش مشاكل. طيب what is the correct usage of for in time expression؟ A to indicate a point in time، يعني زي يكون ايه تحديد كده مثلا a point in time، نقطه محدده في الزمن. to specify برضو معناها تحديد a duration of time. to express surprise تعبير عن الدهشه. to create a superlative form. انهي واحده؟ طبعا احنا حسب الاستخدامات احنا قلنا ان for بتستخدم مع period of time للتعبير او قبل فتره زمنيه محدده. يبقى انهي واحده من دول؟ هي دي to specify a duration of time، لان هنا فيها نوع من التحديد فتره زمنيه. اوكي. next have you finished reading that novel؟ that's amazing. اهي جميله. that's amazing. سؤال وفي amazing يبقى دي ايه؟ ready. next in which type of sentence can you use lately؟ احنا بنستخدم lately في اي نوع من الجمل؟ هو ده ممكن يجي في الامتحان. ده ممكن برضو يجي affirmative sentence في الجمل المثبته، negative sentence الجمل المنفيه، interrogative sentence الجمل الاستفهاميه، ولا all of the above؟ طبعا دي الكل. 8 question 8 it has space been the main concern of parents to maintain a good future for their children. نلاحظ هنا كمعنى it space been the main concern يعني الاهتمام الرئيسي of parents للوالدين to maintain تأكيد أو الحفاظ على a good future أو تحقيق a good future مستقبل جيد for their children الأطفال. طيب ايه هناخد انهي بقى من دول؟ انهي كيورد من دول؟ لو بصينا اجو دي اصلا ما تنفعش. يعني اولا اجو بتيجي في الباست سمبل وده مش باست سمبل، ثانيا لازم يجي بقى قبلها period of time فتره زمنيه او 3 years ago مثلا، فده ما ينفعش. طيب وكلمه always دي دايما بتيجي في البريزنت سمبل وهي مش هتيجي هنا. واضح ان هنا في has وفي been، يبقى ده present perfect ما تنفعش. طب never وارد تبقى في never ووارد تبقى في just، بس المعنى بقى it has هقول never been the main concern of parents to maintain. دي لا تتفق مع المعنى.
يعني هقول ابدا مش اهتمام الرئيسي للوالدين ان هم يحافظوا او يحققوا وجود فيوتشر للتشيلدرن طبعا، لاطفالهم لا طبعا. يبقى just، بس المعنى ايه؟ هي just. It has just been the main concern of parents to maintain a good future for their children. هنلاقي هنا just emphasize يعني بيتأكد. emphasize يعني تؤكد أو تؤكد the importance أهمية and priority والأولوية of the concern. يعني بتأكد، يعني just إن أنا كتبت just دي هنا تؤكد على إن الاهتمام الرئيسي للوالدين هو تحقيق كذا كذا. يبقى هي بتأكد على المعلومة دي، يبقى وجود just يؤكد على المعلومة اللي جاية بعدها. اوكي، كنوع من التأكيد confirmation. اوكي طيب next. I have passed this test. Yet just so far already. أنهي واحدة؟ لو بصينا I have passed just ما تجيش في الآخر، يبقى هنشيل. طب already ولا yet ولا so far؟ حتى الآن مش جاية. yet مع النفي والسؤال، يبقى هي إيه؟ already. معناها إن أنا لسه مجتاز الاختبار من فترة قصيرة، يا دوبك دلوقتي. Oh, has he started his new career؟ يبقى just ولا ever already ولا usually؟ طبعا احنا عارفين طبعا هي كده بدل في اندهاش وكده واضح يبقى already. طب in this context already emphasizes the unexpected or earlier than expected timing of the action. نفس الكلام اللي احنا بنقوله، ان هو has he started his new career، يعني انا مستغرب ان هو بدأ الايه وظيفته الجديدة، يعني لان بدأ فيها مثلا بدري او في وقت مش متوقع. المفروض كان يجي مثلا بدأ شغله الجديد دلوقتي، وكان المفروض مثلا يبدأ بعد شهر بعد شهرين بعد 3. اوكي، فتدي نوع من الاندهاش. My family has lived here last March. طبعا دي سهلة، يبقى ايه؟ تمام since. Have you done your work alone؟ نفس الشيء. I can't believe it. Have you done your work alone؟ عملت الواجب بتاعك لوحدك؟ I can't believe it. أنا مستغرب، مندهش، في surprise، يبقى already. I haven't seen them ages. مين اللي بيجي معها ages؟ دي سهلة جدا. for ages، منذ زمن. It's been a long time I had such a good meal in a restaurant. احنا من ضمن الحاجات اللي قلت بتيجي معاها since يجي بعديها past simple with a past simple. I had past simple. مين بقى اللي يجي معاها past simple؟ since. They have cleaned the room. You needn't clean it again. They have cleaned the room. انت مش محتاج تعملها، يبقى هم لسه، يبقى never؟ لا طبعا، ما انت بقول انت مش محتاج تنضف خلاص. ever ما لهاش معنى. hardly يعني ما تمتش، يبقى هي ايه؟ already. This is the most interesting film I have never seen. I saw. ever have seen. have ever seen. طبعا دي I have ever seen. واحنا قلنا ever ممكن تيجي في التركيبة الخاصة ب the tallest, the most, the least والكلام ده. My son Muhammad is the most intelligent child I have. I have the most اهي جت تاني اهي. ده superlative، يبقى معاها ايه؟ ever. The last meeting we haven't seen each other again. We haven't seen each other again. يبقى for ولا during ولا while ولا since؟ مين؟ بص we haven't ده ايه؟ ده present perfect يا مستر. طيب تمام. مين اللي بيجي مع present perfect هنا؟ يا for يا since، يعني شيل دول نشيل دول. طيب for ولا since؟ هنشوف هيجي بعدها ايه. ده ايه ده؟ ده noun. noun. اوكي، مين اللي بيجي بعدين noun؟ since. more knowledge. طيب شوف يا شباب هنا الجملتين دولت. I will go swimming with you if I have recovered from this cold. وهنا after he has come I will ask him to help me with the housework. ده استخدام تاني بقى للpresent perfect. يعني احنا لو بصينا في الجملتين دولت هنلاحظ ان هنا في، هنلاحظ
I will go swimming هنا في present perfect have recovered، والجملة دي after he has come present perfect. لكن في نفس الوقت في هنا will، في نفس الوقت هنا في will. يعني ايه؟ يعني انا ينفع استخدم في بعض الجمل ال present perfect للتعبير عن الفيوتشر كجزء من جملة future. اهو هنلاحظ هنا قاعدة if، يعني الحالة الكام دي؟ الحالة الأولى. I will go swimming with، احنا عارفين بعد الحالة الأولى إن بعد if بيجي بعديها present simple أو present perfect. على فكرة ينفع برضه في حاجات تانية، بس المهم أنا هركز هنا إن هو جه في قاعدة if الحالة الأولى present perfect. التعبير هنا عن الإيه؟ future. I will go swimming with you if I have recovered from this cold. لو شفيت من الإيه؟ من البرد. يبقى ده إيه؟ ده future، بعبر هنا عن future. لكن هنا نفس الشيء after he has come I will ask him to help me with the house. بعد ما يجي، لما يجي أطلب منه إن هو يساعدني في الهاوس ورك، في الأعمال المنزلية. طب ده إيه؟ ده present perfect. لكن إيه؟ هنقول بعد ما يجي، ما يجي ده future. يبقى أنا استخدمت ال present perfect هنا للتعبير عن future، ودي استخدام تاني لل present perfect. طب نشوف الرول بتاعتنا هنا اهي. The present perfect is used after time connectors، بعد بعض الروابط الزمنية، and the conditional sentence اللي هي جمل if، الجمل الشرطية اللي هي جمل if، ليه to express هنا the future. يعني ينفع استخدم المضارع التام مع قاعدة if أو مع بعض الروابط ديت التايم كونكتورز ديت للتعبير عن الفيوتشر. ايه احنا طبعا if خلاص. ايه تاني من الروابط زي after؟ عندنا after، عندنا before، عندنا as soon as، by the time، when، once and so on. اوكي، يبقى هو ده اللي يهمني دلوقتي، ان ينفع استخدم ال present perfect للتعبير عن future مع if ومع بعض التايم connectors. Next. This is the first time I have made this silly mistake. أو this is the second time I have visited this museum. نلاحظ الجملتين دولت فيهم ايه؟ فيهم يا مستر this is the second time، this is the first time. يعني ايه بقى؟ وبعد كده استخدمت present perfect، بعد كده استخدمت present perfect. يعني ايه؟ يعني ينفع after expressions like this is the first time، the second time، the third time، the fourth time والحاجات دي، الحاجات الترتيبية دي ينفع استخدم معها present perfect. Okay, next. There has been a serious accident. الحتة المعلومة دي مهمة جدا. ليه؟ There has been a serious accident on the road to Cairo. It happened at 9 this morning when a lorry went out of control and hit a car. طب انت ملاحظ ايه؟ حتى ان انا عامله in red ده، ما هو اكيد هو ده الرول بتاعتي. فيها ايه؟ نلاحظ ايه؟ قال لي هنا there has been، وبعد كده قال لي it happened، بعد كده a lorry went. يعني ايه؟ ده present perfect، past simple، past simple. طب ايه يعني ايه القاعدة؟ طيب بص بقى، ايه دي القاعدة؟ بيقول لك ايه؟ We usually use the present perfect when introducing the topic. لما نقدم موضوع، نتكلم عن موضوع for the first time. But we use the past simple to provide details of what happened. يعني ايه؟ انا بتكلم عن اي موضوع حصل لي، اوكي، في الباست مثلا او حادثه. اوكي، اول ما تيجي تفتح في التوبيك في الموضوع ده، ها، وهتبدا تقول لي احداث وديتيلز وتفاصيل، ابدا اول حاجه بالبريزنت بيرفكت، بعد كده التفاصيل اعملها بالايه؟ بالباست سيمبل. هي دي الفكره. طب ازاي نطبقها؟ نشوفها هنا. اهو هو بيحكي هنا عن حادثه في الطريق، فقال ايه؟ there has been a serious accident on the road to Cairo. كان في حادثه، فانا لسه بكلمك عن الحادثه، يبقى عبر لك اول جمله تبقى في البريزنت ايه؟ بيرفكت. فقالك has been the present perfect. بعد كده بدات اديك ديتيلز، تفاصيل. التفاصيل تبقى في الباست سيمبل. اهو it happened، a lorry went، كل الافعال بعد كده تبقى في الباست سيمبل. ايه دي الفكره. next. gone to، been to. مهمه جدا، خدتوها قبل كده كتير ومهمه قوي قوي قوي. ايه الفرق ما بين gone to
and been to. نشوف كده. He has gone to Italy أو he has been to London. مرة قلنا gone to ومرة قلنا been to. وهنا راح إيطاليا وهنا راح لندن. في فرق في المعنى؟ في فرق في المعنى. الاتنين present perfect. الاتنين فيه has past participle، ممكن تبقى have أو has مش بقى. بس دي been ودي gone. طب ليه إيه الفرق؟ هنشوف. have و has been to معناه إيه؟ لما تلاقيها have و has been to اللي هي دي معناها إيه؟ معناها went to a place and came back from it. إن أنت رحت مكان ورجعت منه. رحت المكان ورجعت منه. يبقى تستخدم been to للتعبير عن حتة العودة دي. returned أهو رجعت. belonged there لم تعد هناك خلاص كنت رحت مكان ورجعت منه. came back خلاص. يبقى كده been to أو been to معناها returned معناها came back معناها no longer there. يبقى لما أقول he has been to London معناها إن هو راح لندن ورجع دلوقتي مصر تاني. اوكي ودلوقتي موجود في مصر مش في لندن. طيب لكن have has gone to معناها went to a place راح مكان and is still there ولسه هناك لغاية دلوقتي. يبقى معناها still there معناها hasn't come back مرجعش معناها will return سوف يعود لكن لسه ما عادش. لما اقول he has gone to Italy معناها هو راح ايطاليا ولسه في ايطاليا وبيتكلمنا من ايطاليا لكن ما رجعش مصر تاني. اوكي ده الفرق بين has gone to been to وbeen to. gone to وbeen to ممكن طبعا قبل gone to يبقى فيه have او has وبقى قبل ايه سواء gone to او been to ينفع يجيب لهم have او has حسب الايه السبجكت. نشوف بقى الاسئله دي نحلها مع بعضينا. مصطفى has the club he is on his way there هو لسه في طريقه هناك. يبقى راح ورجع ولا لسه هناك؟ ده لسه هناك في الطريق هناك. يبقى ظهر لنا بان تاني. حتى انا كنت بقولها للطلبه كده يقولوا ايه عشان تفتكرها بان تو يعني رجع وبان لينا ظهر قدامنا بان فعشان كده نستخدم بان تو. جان تو راح هناك واتجنن ما رجعش. اوكي طب هو بقى اتجنن ولا لسه او رجع لنا تاني؟ مصطفى has a club he is on his way there يبقى هو ايه لسه ما رجعش يبقى gone to. اوكي طيب مصطفى has the club he looks as if he has had a great time there. خلي بالك هي نفس الجمله بس زودنا ايه غيرنا الجزء التاني ده ان هو يبدو عليه ان هو استمتع بوقته هناك. يبقى هو رجع رجع. ما انا بقول هو استمتع بوقته هناك باين عليه يبقى انا شفته يبقى باين عليه بان يبقى بان لينا يبقى بان تو. منى is in Cairo now منى دلوقتي في كايرو. she to Alex يبقى هي راحت أليكس بس هي فين؟ في أليكس. لو كانت في أليكس يبقى ايه؟ يبقى gone to. طب لو سوري he is in Cairo لو لسه في أليكس يبقى gone to. طب لو رجعت من أليكس وقت في كايرو يبقى been to. يبقى راحت ورجعت. هي دلوقتي انا فهمت ايه she to أليكس كانت هناك يبقى هي been to. been والتو مكتوبة. اوكي next he to Cairo I will wait for him until he comes back. ايه ده انا هنتظره لما يرجع. هو رجع ما رجعش يبقى هو راح هناك ايه gone to اتجنن ما رجعش يبقى has gone to. اوكي next منى isn't here منى مش هنا she to the shops يبقى راحت ولسه هناك مش هنا لسه هناك يبقى ايه gone to. بس had gone ولا has been ولا جوه has gone يبقى ايه لا هنا في ما فيش يبقى has gone to يبقى دي. next he lives in Paris he has there since 20. طبعا لما تلاقي since كده يبقى ده present perfect وهنا في has. اوكي يبقى اما gone يا اما been. اوكي كمعنى هنا بقى he lives in Paris هو عايش في باريس he there since وراح هناك وبقول راح هناك وما رجعش لسه عايش في باريس يبقى هو ايه يبقى gone to. يبقى gone هي دي ينفع بقى تقول فين to ما هو حط there ما دام حط there ما ينفعش اقول ايه gone to there gone بس gone to or gone to. سهيلة to the club I will join her there. سهيلة راحت النادي انا هلحق هي هروح لها join her هلحقها يبقى هنا ايه يبقى هي لسه هناك رجعت ما رجعتش يبقى ايه she has gone to be.
your mother to the market. راحت الماركت. take the shopping. خد الشوبينج back to the kitchen. ايه ده؟ بدل ما اخد منها شنط التسوق يبقى هي رجعت. رجعت يبقى ايه؟ يبقى ظهرت لنا بانت. يبقى بانت لينا يبقى ايه؟ يبقى been to. طب هنا في has been وفي had been. لا احنا في present perfect يبقى C. more knowledge. طيب هنا بقى it's 2 years since I last met my friend Ali. أو it's been 2 years since I last met my friend Ali. إيه ده؟ هو إيه الفرق ما بينهم؟ it's 2 years. it has been 2 years. since والباقي عادي بقى في since وفي ماضي بسيط. أوكي إحنا قلنا لو جه بعد since الجملة تبقى زمانها past simple. أوكي لكن قبلها present perfect. بس دي تركيبة it's 2 years. أنا بقول لك هنا it's AD و AD هي دي زي ما احنا هنشوف it's أو it's been. ما هنا دي it's أو it's been. ما it's بس وبعد كده period of time. it's أو it's been duration of time since subject last بعد كده past simple. المهم دي اختصار لإيه؟ هنا اختصار ل is وهنا اختصار ل has. أوكي بس كده معناها منذ it's 2 years. إنه سنتين أو عامين since I last met my friend علي. يبقى أنا ما شفتوش من إمتى؟ من سنتين. الجملتين دول يدوا نفس المعنى بس مرة باستخدام has ومرة هنا باستخدام is ومرة باستخدام has. لو حطيت has يكون فيه been. ما فيش لو is حط الفترة الزمنية على طول. She left the house just now. أدي الهاوس أهو وهي لسه سايبة. لاحظ هنا في إيه؟ just now. لما تلاقي just now الناو بقى مش بتاعتنا بتاعت البريزنت. هنا just now يعني الحدث ده حصل من فترة قصيرة جدا. اوكي يبقى الزمن يكون ايه؟ past simple. لما تلاقي just now يبقى الزمن past simple. يبقى subject past simple just now. past simple just now. I have never been to China before. ها فاكرين been to؟ انا عمري ما رحت ايه تشاينا قبل كده بس حط هنا ايه before. يبقى ينفع اربط ما بين never و before في جملة الايه present perfect. subject have او has بعد كده never اهي never وبعد كده past participle بعد كده بقية الجملة بعد كده before في الاخر. لما تلاقي before كده في الاخر حطها في زمن او اختار زمن present perfect. طب نشوف هي التدريبات هي بقى الايه بتثبت المعلومة اكتر. Maha is my best friend. I here for 5 years. ادي في 4 وفترة زمنية period of time. اوكي يبقى ده 4 يبقى present perfect. طيب بنختار فين ال present perfect؟ دي مش present perfect ده present simple. دي تنفع طبعا ده present perfect هي ديت. طب have been knowing. طبعا احنا هناخد في السيشن الجاية ال present perfect progressive بس حتى لما ناخده وتجي لك الجمله دي هقول لك دي بس مش هتكلم عنها بتفاصيل دلوقتي. بس مش هينفع دي خالص تيجي في البريزنت بروجريسيف. اصلا الجمله مش مظبوطه لان الفيرب ده من ضمن الستيتيف فيربس فما يجيش في البروجريسيف ما يجيش في المستمر. وبالتالي كده مش الاختيار ده مش صح. طبعا دي مش عندنا يبقى هي بي. Have you seen that film? Yes I yesterday. السؤال هنا ايه؟ ده present perfect. اللي بإجابة المفروض تبقى ايه؟ المفروض تبقى present perfect. لكن في هنا ايه؟ في yesterday بتاعت الايه؟ past simple. يبقى ما اختارش present perfect اختار past simple. طب فين past simple في دول؟ ماشي كل الباقي ده مش هينفع. the book you were looking for. Here it is. أنا هديهولك. Okay, here it is. I space the book you were looking for. يبقى أنا إيه؟ I find ده present simple. ينفع أقول I find the book أنا بلاقي الكتاب اللي أنا لقيته خلاص. أنا لقيته خلاص يبقى مش future. لقيته خلاص يبقى ما ينفعش was finding لأن find ده من ضمن الأفعال ما بتاخدش period of time يعتبر إيه؟ بيسموها برضو الأفعال اللحظية. خلاص لقيته يبقى لقيته في لحظة. مش هقول ما ينفعش أقول أنا بلاقيه. لا أنا بدور عليه لكن مش بلاقيه.
اوكي هو ده انا محتاج present perfect اللي هو ده. It's been 5 years since Sarah her hometown. It has been 5 years. It's okay. Okay, present perfect وفي since. Sarah ايه؟ her hometown. left leaving leaves. طيب اولا ما ينفعش leaving دي verb ing لان لازم التركيبه تبقى كامله عامه، يعني verb ing ما ينفعش. طيب leave مع سارة ما تجيش، مثلا لو كانت present simple هتبقى leaves مثلا يعني، بس ما هي زي ما برضه ما تنفعش. ليه؟ لان since لو جه بعدها فعل يكون past simple ماضي بسيط، وسارة left. جون هوم جاست ناو. فاكرين جاست ناو؟ جاست ناو لما يتجمعوا مع بعض يديني هنا ايه؟ just to now، يعني ده بتاعت present ودي بتاعت present perfect، جمعوا مع بعض يدينا زمن تالت past simple. فين ال past simple؟ left. اوكي next. I have been to China before. قلنا before لما تيجي في الآخر بيجي معاها ايه الكي ووردز اللي خاصة بالزمن ال present perfect؟ never. I have never been to China before. عمري ما رحت تشاينا قبل كده. وده كانت نهاية السيشن. الحمد لله كده احنا خلصنا بفضل الله ال present perfect. غطينا منه أجزاء كتير جدا. هو من الأزمنة تعتبر طويلة شوية، معلوماتها كتير، بس لما بناخدها مجزأة بتلاقي الأمر سهل وبسيط. إن شاء الله السيشن الجاية هتبقى في ال present perfect progressive، وأرجو إن انتوا إن شاء الله تشوفوها لأنها هتكون مهمة، لأني هفرق فيها ما بين ال present perfect وال present perfect progressive كاستخدامات ككي ووردز وحاجات زي دي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.